السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال ديالكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا هاد النهار غنوجد معكم هاد الحليوه كتجي ساهله وبنينه، وكتوجد دغيا وبمقادير جد بسيط، وكتجي هشيشه وكتفكرنا بيامات الصغر. نبداو على بركه الله. المكونات اللي كنحتاج: عندي نص كاس د العنبه ديال الزنجلان اولا السمسم اللي حمرته في الفران من قبل، غير واحد شويه جهد اللي تحيد منه الرطوبه. وعندي 250 غرام ديال الزبده، وعندي كاس ديال العنبه مع عامر السكر كلاصي، وكاس ديال الزيت، وكاس ديال اللوز مقطع رقيق هو والقرقاع خضر ما محمرينش، وعندي نص كاس ديال ما زهر كون نوعيه جيده، وعندي كيس من خميره الحلويات، وعندي الطحين 800 غرام. هذه هي الكميه ديال الطحين اللي غادي يهزوا لك هاد السوائل وهاد العناصر مع بعضياتهم. دابا ندوزو للطريقه ديال التحضير. ناخذ الكسعه ديالي ندير فيها الزبده، ومن بعد نزيد عليها داك الكاس ديال السكر كلاصي، ونخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كيولي عندي الخليط كريمي. وما ننساش ندير واحد القبيصه ديال الملحه، غير قبيصه ديال الملحه ماشي ما نكترش. من بعد غادي نزيد كاس ديال الزيت، ونخلط المكونات مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم، كيولي عندي الخليط سائل شويه. من بعد نضيف كاس نص كاس ديال الماء زهر، نخلط المكونات. من بعد غنضيف داك الكاس اللي عندي مخلط باللوز والقرقاع. ضروري داك اللوز والقرقاع يكونوا مهرمشين مزيان باش ما يبداوش، حيت نكون كنرشم الحلوه ديالي ما يبقاوش يضيعوا ليا الديكور ديال الحلوه. ونص كاس د الزنجلان حتى هو راني ضفتو مع القرقاع واللوز. ومن بعد نبدا نزيد الطحين بشوي بشوي، ونجمع العجينه ديالي بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، بشوي بشوي حتى كنحس بالعجينه باني تجمعات بهذا الشكل هذا. ما تكونش العجينه مطلوقه بزاف وما تكونش عاود قاصحه بزاف، باش فاش كنجيو نرشمو الكويورات ديالنا كتبقى الرشمه باينه وواضحه. حيت الا كانت العجينه قاصحه ولا مازال كتلصق ما كتطلع ليناش الرشمه في الكاطو ديالنا كيف ما بغيناها. ومن بعد فاش كنساليو العجينه ديالنا نديرو كويرات صغار هكا ما بين الكف ديالنا، وكنبركو عليهم واحد شويه وكنحطوهم في اللاطه ديالنا. من بعد فاش كنساليو الكميه كامله هكا كنكورو ونبسطوها ما بين الكف ديالنا ونحطوهم حتى كنساليو الكميه كامله، وكندوزو عليهم بالمرشم ديالنا وحده وحده وكنبركو عليهم. اللي ما عندهاش هاد المرشم، انا باش درت هاد الزواقه ممكن دير اي مرشم متواجد عندها راه كتخرج نفس النتيجه. هذا هو المرشم اللي كنستعمل. اولا الا ما عندكش كاع مرشم ممكن انك ديري الموس ترشمي به هكا بهذا الشكل هكا، كديري كتفلحي الكاطو ديالك في الجناب هكا، غير كيخص يكونوا دوك التفليحات شويه باينين بهذا الشكل هذا. ومن بعد فاش كنساليو كنسخنوا الفران في درجه حراره 160 درجه، وكندخلوا الكاطو ديالنا كنقصوا عليه. من بعد كنجبدوا الكاطو ديالنا بهذا الشكل هذا، ما كيكونش طايب بزاف حمر بزاف، وما كتكونش الكاطو ديالنا عاود بيضاء، كتذهب لينا الكاطو ديالنا بهذا الشكل. من بعد كنفندوها في السكر كلاصي، كنفندوها وهي باقا سخونه. يلا حيدناها من اللاطه كنديروا لها السكر كلاصي باش كيلصق عليها بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. كيدخل لنا السكر كلاصي في ديك الزواقه اللي عندنا، وكيعطينا واحد الديكور اللي هو زوين. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنساليو الكميه كامله اللي عندنا كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. كطلع الكاطو ديالنا البنات، الديكور ديالها زوين وكتجي هشيشه وبنينه يا البنات، كتجي زوينه ورائعه كيف ما كتشوفوا. كنكملوا بهذا الشكل وكنسوسوها كنسوسوها زعما ما كنخليوهاش عامره بزاف بالسكر كلاصي. كنحاولوا ما امكن اننا نحيدوا لها السكر كلاصي، داك الفائض اللي فيها كنحيدوه. وما تخافوش واخا فيها السكر كلاصي ودرنا كاس ديال السنيده في
مع العجين في الاول، واخا هكاك راه ما كتجيش حلوه، راه كتجي هي هذيك قياس ديال السكر، ما كتجي حلوه، ما كتجي مسوسه، زعما ما تخافوش من الحلاوه. هذه هي النتيجه النهائيه البنات ديال الكاطو ديالنا. كنتمنى انها تعجبكم وانها تنال الاعجاب ديالكم، وخصوصا انها اقتصاديه وما فيهاش مكونات اللي هي كثيره، وكتجي هشيشه وبنينه. كنتمنى انكم تجربوها، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. والى فيديو مقبل ان شاء الله، خليتكم في راحه الله. باي باي عليكم، بسلامه.